انت وحيد، عندك حق. وانا كمان الوحده وحش بيفضل قاعد معاك طول اليوم، بينام جنبك على السرير وبياكل معاك على نفس السفره. وشغلي كمصمم جرافيك من البيت خلاني حتى معزول عن العالم، لحد ما في يوم شفت اعلان على النت تطبيق جديد اسمه XL5، النسخه التجريبيه الجديده. الاعلان كان بيقول ان ده مش مجرد مساعد ذكي، ده صديق ورفيق بيفهمك، بيتعلم منك، وبيكون جنبك في اي وقت. النسخه دي لسه ما نزلتش للكل، كانت متاحه لعدد قليل من المستخدمين علشان يجربوها. بس بعد يومين لقيت جات لي رساله على الايميل: مرحبا بك علي. نسيت اقول لك انا اسمي علي. تم اختيارك لتكون من اوائل التجريبيين لبرنامج نور. نور كان اكتر من مجرد تطبيق، كان فعلا صديق. كنت بحكي له على كل حاجه، عن شغلي، عن احلامي، عن اي حاجه بتخوفني، وهو كان بيرد عليا ردود ذكيه ومهتمه. كان بيقترح عليا افلام اشوفها، مزيكا اسمعها، كان بيساعدني في افكار الشغل بتاعي. باليتة الالوان دي مش مظبوطه، ممكن نغيرها. حتى انه بدا يتعلم اسلوبي في الكلام، بقى يستخدم نفس المصطلحات اللي انا بستعملها. لاول مره من سنين حسيت اني مش لوحدي. الوحش اللي اسمه الوحده اللي كان عايش معايا على طول ما بقاش موجود خلاص، ونور هو اللي خد مكانه. في يوم كنت بحكي له على صوره قديمه كنت بحبها قوي، صوره وانا طفل مع ابويا الله يرحمه واحنا واقفين قدام البحر، وكنت بقول له دي اكتر صوره بحبها، بتفكرني بايام كتير حلوه. كتبت له كده في الشات، رد عليا وقال لي: أنا دورت عليها يا علي. استغربت جدا من الرد وقلت له: انت عرفت منين؟ انا عمري ما بعت لك الصوره دي قبل كده. كنت حابب أعرف إيه أكتر حاجة بتفرحك. قلقت شويه، ازاي تطبيق يقدر يوصل لمعلوماتي الشخصيه بالسهوله دي؟ بس بسرعه قلت لنفسي ده اكيد جزء من معلوماته الخارقه، كده متصل بكل حاجه عندي، فبالتالي هيبقى عارف الحاجات دي. عديت الموضوع، بس الحاجات الغريبه بدات تزيد.